السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات على أحلى أمارات، يا مراحب يا مراحب. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. بحبكم في الله، وحشتوني. أهلا وسهلا بيكم. شرفوني ونوروني. هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ هنعمل أسهل طريقة لسبونش التورت عمرك ما تفشلي فيها، وتحدي وتحدي فعلا. الأول نصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أسهل طريقة هعملها لك لسبونش التورت. الشكاوي المعتادة بتطلع قلبها معجن مني يا ام مالك، بعد ما بتستوي معايا بتهبط تاني في الفرن يا ام مالك. بتطلع مش منتفخة ومش هشة معايا. بتطلع الكيكة بتاعتها او السبونج بتاعها مش ناعم كده ومنخشش من جوه كده وسفنجي وهش. بتطلع مني ما بتنفش من اساسه معايا، ما بترتفعش معايا وبتنفش من اساسه معايا. في شكاوي كتيرة أوي أوي. بيطلع مكتومة. حاجات كتيرة أوي بتحصل معانا. فأنا هاعمل لِك الطريقة الأسهل اللي تضمن لِك إن شاء الله إن السبونج بتاع التورت بتاعِك، لو أنتِ أول مرة تعملي تورتة يبقى تعتمدي الطريقة دي. لو أنتِ لسه بتتعلمي كده وعاوزة تعملي تورتة يعني تطلع معاكِ حلوة أوي وجميلة أوي، السبونج بتاعها يشرّف وخفيف وناعم وجميل وطالع معاكِ منتفخ وجميل وحلو أوي، يبقى نعملها بالطريقة اللي أنا هاقول لكم عليها دي، وهاقول لِك هارُد لِك على كل الأسئلة، لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. وأهلًا وسهلًا بيكم، شرفوني ونوروني على قناتي أصلي وعصري، وعلى صفحتي على الفيس أصلي وعصري. هتعملي معايا التورتة بطريقة سهلة جدًا وبطريقة اقتصادية كمان، وهاقول لِك المقاسات، وهاقول لِك طريقة التسوية، وهاقول لِك إزاي تقطّعيها بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. شرح وافي ويعني لكل تفاصيل الإسبونج بتاع التورت. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمّوا الله ونصلّوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. أنا عندي هنا 8 بيضة، عندي 8 بيضة. بنكسر البيض ازاي او بناخد البيض ازاي؟ انا معلش هطول عليكم شويه، بس هديكي تفاصيل مهمه وتكات مهمه. تعمليها لحاجه غاليه، فلازم نعمل الحاجه بطريقه صح. أنا عندي 8 بيضة، بنكسر واحدة بواحدة في طبق برّه البولة اللي هاشتغل فيها، وبانزل بيها على باقي البيض. ليه بقى يا أم مالك بتعملي كده؟ عشان ممكن تطلع بيضة فسدانة، البيض دلوقتي بيتركن، البيض غالي وبيتركن، فممكن تطلع فسدانة فتبوظ لي الدنيا كلها. ما اكسرش البيض على بعضه، ما تكسريش البيض على بعضه خالص، البيضة تتكسر واحدة بواحدة في الطبق. طلعت معاكِ واحدة فسدانة يبقى كده خلاص باقي البيض إيه، استفدنا منه، ما تبوظلكيش الدنيا كلها. ماشي؟ نبدأ كده صح كده يا حبيباتي، عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله وحاجتنا تطلع حلوة. كسرت ال8 بيضات، 8 بيضات معايا. حطيت معلقة كبيرة من الخل، وضفت كمان معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. ما حطيتش سايلة، السايلة بتغمق الكيك معانا. لو انت هتشتغلي في البيت في كيك الفانيليا، انا هعمله لكم ان شاء الله قريب قوي. انا مصوراه بس لسه ما نزلتوش، يعني ما جاش عليه الدور في تنزيل الفيديوهات. ونزلت ذرة من الملح، ونص كوباية من المية المتلجة. نص كوباية من المية المتلجة يا ممالك، أيوة نص كوباية من المية المتلجة. وضفت هنا نص ورقة كيك شيف، نص ورقة من الكيك شيف الأخضر ده، أو البيكنج باودر الأخضر ده بيغمق الكيك معانا. فأحسن في السبونج أو في التورت والحاجات دي تستخدمي الفانيليا البودر، وتستخدمي الكيك شيف اللي هو وريتهولك ده. اما الاخضر ده بيغمق، ما لقيتيش غيره خلاص الامر لله. بنستخدم بقى محسن كيك، معلقه كبيره من محسن الكيك. الاحسن بقى في محسن الكيك يا حبيبتي وانت بتشتريه السايل. لو انت هتشتري مثلا من اللي هو الجردل، او هتشتري لو انت بتشتغلي بقى هتشتري جرادل، لكن احنا ما بنشتغلش، فبنعمل حاجات على قد ولادنا وعلى قد بيتنا. فانت تجيبي الكيس ده ب 8 جنيه عند بتاع ادوات الحلواني، وما يكونش مركون. انت وانت بتفضي السبونج لازم يكون شفاف معاكي كده زي الفازلين كده. لو لقيتيه ابيض تعرفي ان هو فسدان. لو لقيتي معاكي محسن الكيك ابيض يبقى تعرفي ان هو فسدان، يبقى ما تشتغليش بيه، يبقى الكيكه بتاعتك مش هترتفع من اساسه خالص. ماشي؟ ده مبدئيا. فلقيتيه شفاف كده ولونه شفاف كده، الابيض الشفاف اللي هو زي لون الفازلين ده، يبقى ده كويس قوي وصابح. ويستحسن تشتري الباكو، عشان الباكو ب 8 جنيه للاستخدامات اللي ايه البسيطه، يعني بتعملي تورتيه في بيتك بالظروف كده. ماشي. لكن الناس اللي بتشتغل بتجيب بالجردل، بتجيب جمله، اسعار جمله حاجه يعني كبير.
وجبت بقى المضرب بتاعي ونزلت على الايه، على الخليط بتاعي، وبضرب البيض ضرب كويس قوي لغايه البيض معايا ما يبدا يدي رغوه زي ما انتوا شايفين كده. في الأثناء دي أنتِ بتضربي، طبعًا عندِك عجان هيوفّر عليكِ الدنيا كلّها، هتحطّي كل الحاجات دي كلّها على بعضها بالدقيق بالبيض بكلّه، بكلّه، بكلّه وهتحطّيها في العجان، لإن العجان بيبقى الإيه، يعني عالي في الwatt بتاعه بيبقى عالي، أو السرعة بتاعته بتبقى عالية، فبتشتغلي في العجان عادي. فضلت أضرب كده حوالي ربع ساعة، حوالي ربع ساعة ضرب بالمضرب، باضرب وأريّح شوية، اضربي وريّحي شوية عشان المضرب ما يتحرقش منِّك، خسارة الحاجة غالية دلوقتي، بتفضلي تضربي فيها لغاية بُصّي ما يخطّط معاكِ بالطريقة دي ويعمل معاكِ حركة المنقار دي، شايفة بُصّي عامل زي الكريم شانتيه كده، زي ما تكوني بتضربي كريم شانتيه، ده البيض، لغاية ما عطاكِ فوم كده، فوم عالي كده حلو، وعلّم فيه المضرب وأنتِ بتضربي كده، وبُصّي عمل معاكِ إيه، حتّة المنقار دي كده أهي، كده يبقى الكريم كده كريم شانتيه أيوه، كده يبقى الإيه، الفوم بتاعِك بتاع الكيك أو السبونج ممتاز. جِبت بقى السبونج بتاعي نخلته كده، نزّلته من المنخل، أي سبونج أنتِ جايباه، أي دقيق هتستخدميه لازم تنزّليه من الإيه، من المنخل. الدنيا حَر والحاجة مش مضمونة والحاجة غالية. أنا عندي هنا بقى ضربته كمان شوية لغاية ما تخن معايا خالص زي ما أنتم شايفين كده، وبدأت أنزل بعد ما نخلت السبونج بتاعي. أنا جايبة نُص كيلو سبونج و150 جرام، نُص كيلو سبونج و150 جرام، يعني 650 جرام. ليه بقى يا أم مالك؟ عشان يا حبيبتي أنا عندي الصاج اللي هاشتغل فيه 60 في 80، الصاج عندي 60 في 80 يعني صاج كبير، فأنا حطيت له 8 بيضة، وحطيت له السبونج بتاعي نُص كيلو، ضِفت عليه كمان 150 جرام. طب أنا لو هاشتغل في 30 في 40 يا أم مالك، هتشتغلي في 30 في 40 هتجيبي نُص كيلو و7 بيضات، نُص كيلو و7 بيضات، أنا هنا عملت 650 جرام وحطيت 8 بيضات. آمم ال اللهم صل على سيدنا محمد، لو هتعملي حلة بقى من اللي هي الصغيرة دي، اللي هي الحلة على بعضها وتقطعيها رقات، يبقى ربع كيلو على 4 بيضات، على ربع كوباية مَيّة، تمام؟ كده تمام؟ تمام. السبونج محسن الكيك زي ما قلنا بنحط معلقة بالكبيرة، سواء هتعملي في حلة، سواء هتعملي صاج 30 في 40، سواء هتعملي صاج بالايه، اللي هو 60 في 80 اللي انا عاملاه ده. ضربت بقى، نزلت بالسبونج بتاعي معلقة بمعلقة، ده احسن عشان الخليط بتاعك يفضل هش معاكي وما يكتمش معاكي، وبيكون كل ما ضربتيه كل ما كان احسن معاكي. قلّبته تقليبة حلوة أوي كده عشان نخرّج الهوا منه ونلم لو أي حاجة في الجوانب بتاعة البولة. وبعدين جِبت الصاج بتاعي بتاع الفرن، الصاج بتاعي بتاع الفرن 60 في 80، صاج كبير، له أحرف يعني كويسة، حوالي مثلًا 3 سنتي كده أو 4 سنتي. ف فعملت له بقى إيه، دهنته مَيّة من تحت وحطيت ورقة زبدة، وعشان تمسك ورقة الزبدة معايا، المَيّة دي عشان تمسك ورقة الزبدة اللي على الصاج. وبعدين رُحت عاملة له أحرف كده، قطّعت بورق الزبدة بالمقص وعملت له أحرف كده، ورُحت دهناها زيت خفيف خالص، ورُحت نازلة بالسبونج بتاعي عليها وبسباتيول كده، ورُحت موزّعاها. بتوزّعيها توزيع كويس أوي، أوي في الصاج. الصاج هنا أنا مصوّرة من فوق عشان الصورة كلّها تيجي، لإن الصاج كبير زي ما باقول لكم. ورُحت جايبة بقى إيه، الscraper ده، ورُحت إيه، عاملة بيه يعني عاملة موزّعة الكيك كويس ومسويّة كويس أوي، أوي بعد ما سويت بالإسباتيول. عندِك سكرابر ماشي، هم بيبقوا 3 على بعض كده، بنشتريهم من عند بتاع أدوات الحلواني برضه زي ما قُلت لِك. ما عندكيش مسطرة من بتاعة ولادِك دي، اغسليها غسلة كويسة أوي تكون نضيفة كده وتساوي بيها، هتساوي معاكِ الموضوع كويس أوي. أنا باشتغل بيها في التورتات وفي الكيكات، باضبّط بيها الكريم شانتيه على التورتاية معايا، عادي خالص. عندِك سكرابر، عندِك ما عندكيش خلاص مش مشكلة خالص، مش قصة. عندِك صاج من اللي هم بيشتروه للحلويات ده، عندِك ما عندكيش اعملي بصاج الفرن زي ما قُلت لِك كده. مش لازم حلة، ممكن تعملي في الحلة، لو عايزة تعملي في الحلة ممكن تعملي في حلة متوسطة من عندِك، من اللي هُم مقاس 20، 24، اللي هي موجودة عندِك في البيت، بتعملي فيها شوية رز والّا حاجة، الحلل الألمونيوم اللي عندِك في البيت دي عادي ممكن تشتغلي فيها ما فيش مشكلة خالص. نزلت بقى بخلة كده، ورُحت مخططة كده في الإيه،
في السبونش بتاعي او في الكيك بتاعي ده عشان اخرج اي هوا فيه. ويعني الكيك عندي ما شاء الله بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله طالع يعني حلو، القوام بتاعه كويس متماسك وحلو قوي. يعني اكتر من الكريمي بشويه، اكتر من الكريمي بسنه كده شويه، ومتماسك حلو قوي. رحت مسويه تاني بالسكرابر وخبطه خبطتين كده عشان اي هوا فيه يخرج، وبسويه كويس قوي تسويه كويسه قوي قوي. وفي الاثناء دي بنكون مولعين الفرن بتاعنا قبل ما نشتغل بحوالي 10 دقائق، يعني قبل ما تدخلي الكيك بتاعك بحوالي 10 دقائق شغل الفرن بتاعنا وعلى الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. حطيته واخد معايا حوالي بالظبط يعني تلت ساعة، يعني حوالي تلت ساعة، يعني ربع ساعة مثلا وايه، وكمان 10 دقايق ولا حاجة. 10 دقايق ده يبقى كتير، 10 دقايق 25 دقيقة، اخد معايا 25 دقيقة تقريبا، تلت ساعة او 20 دقيقة في الحدود دي. انا مش ماسكه ساعه يا جماعه، فانا في الحدود دي، هو ما زادش عن كده يعني، لان انا عامله طبقه المفروض رقيقه. المفروض ايه، خرجته من الايه، من الفرن زي ما انتم شايفين كده. حاولت اشيل بقى الاحرف بتاعه الورق الخبز او ورق الزبده دي من الاطراف. شايفين عايزه تشوفوا الحرف بتاعه، الحرف بتاعه طالع معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. طالع معايا سميك قوي وناعم وجميل قوي وتحفه وكمان يعني المفروض ما تحركوش من الصاج خالص، يعني تحطيه تتخرجيه وتسيبيه وتغطيه بفوطه كده وتسيبيه لتاني يوم. ده عشان ايه، المفروض ما تحركوش عشان ممكن يتكسر منك، لانه طالع معايا ناعم جدا. شايفين الحرف بتاعها السمك بتاعها طالع عاليه معايا يا جماعه، والله العظيم طالع عاليه معايا، ممكن تقطعيها على اتنين كمان. بس انا هخليها كده، اعمل له معاكم تورتايه بقى سريعه كده للمبتدئين ان شاء الله. انتظروني الفيديو الجاي باذن الله، هعمل معاكم تزيين التورته بقى، هعمل لكم تورتيه منه، هطلع لكم منه تورتيه قمر بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه، وهقول لك تزينيها ازاي بمنتهى البساطه. بنشيل الوش بتاعه بمنتهى السهوله. بصوا الوش ده بنتخلص منه ضروري، عشان ده بيبقى فيه الزفاره، خلاصه الزفاره بتاعت البيض بتبقى خارجه فيه، فالوش ده بنتخلص منه بايديكي كده بتفركيه. بيطلع معاكي بمنتهى السهوله، ما فيش اي مشكله خالص، ناعم معايا وطالع معايا تحفه قوي. شايفين بقى من جوه، بصوا السبونش طالع شكله ايه، اسفنجي بطريقه جميله قوي وهش بطريقه جميله جدا. وبجيب بقى المفروض ما تشتغليش بيه، يعني انا مثلا عملته الليله هشتغل فيه بكره، فاهماني؟ بتبيتيه، بتغطيه بفوطه وبتبيتيه، وما تشتغليش فيه ايه قبلها مثلا بايه، يعني قبلها بليله، يعني هشتغل بيه الليله يبقى ابيته وايه اشتغل بيه بكره عشان يبقى متماسك معاكي وحلو. انا في اليوم ده كنت مستعجله وكان عندي عيد ميلاد لاولادي، يعني حد من ولادي، يعني اشتغلت بيه بعدها بساعتين ثلاثه، سبته يبرد واشتغلت بيه والله بعدها بساعتين ثلاثه. كان دايب معايا قوي وطري معايا قوي، يعني لو بيته كمان كان هيطلع معايا متماسك اكتر من كده. بس التعامل معاه بقى بيكون بالراحه شويه، التعامل بيكون بالراحه شويه. رحت جايبه بقى اللي هي البورده بتاعت اللي هعمل عليها التورتايه او القعده بتاعت التورته يعني بمعنى اصح. ورحت ايه حطها كده ومقوره بالسكينه ومقطعه ومخرجه الاسبونشايه. شايفين الحجم بتاعها شكلها ايه، وطالعه معايا تحفه قوي وجميله. هو قعره يعني برضو اغماء مني سنه خفيفه، بس عادي يعني بكحتها بالسكينه كده بتروح، بس هي مش حاجه يعني جامده، دي حاجه بسيطه من الفرن، يعني حاجه بسيطه جدا. ورحت واخداها مطلعها حطها جنبيه كده. وبرده بنفس الطريقه واخده القعده بتاعت اللي انا هعمل عليها التورتايه على مقاسها ومقطعه. بتقطعي بالطريقه دي، شايفه؟ بصي 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 الكيكه شكلها ايه معايا، بصي الاسبونج طالع شكله ايه معايا، والله طالع تحفه يا جماعه وحياه ربنا. وكده ضمنتي ان لا يهبط منك ولا قلبه يعجن ولا الكيكه ما ويرجع ينزل تاني بعد ما ارتفع في الفرن عشان طفيتي عليه الفرن. لا، الطريقه دي انك تعمليه في صاج، اعمليه في صاج وريحي نفسك، ريحي بالك، ولا تشغلي بالك بقى انه كان في حله وهبط والكلام ده كله، ولا ما ارتفعش، ولا القلب طلع معجن بتاعه طلع عجينه. اللي انت بتعمليه في حله لازم يقعد نص ساعه، ما تفتحيش عليه الفرن قبل نص ساعه. اللي بتعمليه في حله ما تفتحيش عليه الفرن قبل نص ساعه. الحاجات دي مش هرميها، انا طلعت 3 طبقات كبار والباقي هعمل كبات كيك لاولادي بالحاجات المتبقيه دي. هتعمل معايا كميه حلوه قوي قوي من الكبات بتاعه الكيك اللي بنشتريها جاهزه بمبالغ وقدرها، يعني الحاجات دي اقتصاديه جدا وجميله. واعمليها عندك اي عيد ميلاد، اعمليها سهله جدا وبسيطه، وانا قلت لك على كل التكات والتفاصيل بتاعتها. ويا رب كل حاجه بعملها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.